طابت أوقاتكم بكل خير من الفضائية الإريترية، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. إجراء جراحة عتمة العين وزراعة القرنية في المستشفى الوطني المرجعي للعيون. جمعية المتبرعين الطوعيين في إقليم جنوب البحر الأحمر تعقد مؤتمرها الثالث. فرع التعليم بالأوسط ينظم دورة تدريبية حول تخطيط وتنفيذ المناهج الفاعلة. الرئيس المصري ونظيره البرازيلي يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات. الاتحاد الأوروبي يخفض توقعات النمو والتضخم غير. غرق سفينة شحن قبال السواحل تركيا. من العناوين إلى التفاصيل. تم إجراء جراحات أعتام عدسة العين وزراعة القرنية في المستشفى الوطني المرجعي للعيون بالتعاون مع مشروع أعتام عدسة العين في الهملايا. وخضع نحو 700 مريض جراحة إزالة المياه البيضاء و10 عمليات زراعة القرنية في إطار البرنامج بحسب وثائق المستشفى. وقال الدكتور منقس بايري الذي نسق فريق مشروع أعتام عدسة العين في الهملايا لوكالة الأنباء الإريترية إيرانا أن العمليات هي استمرار للمساعدات الجراحية والتدريبية، مضيفا بأن المتخصصين الأربعة المشاركين في الجراحة الحالية نفذوا أيضا برنامجا لنقل معارفهم وخبرتهم إلى الأطباء الإريتريين. وقال أنه وفقا للاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة وكلية أوروتا للطب والعلوم الصحية، سيشمل البرنامج جراحة العيون وتدريب طلاب الكليات ونقل التكنولوجيا والمساعدة في المعدات الطبية. وقال البروفيسور جيف توبي أن أحد مؤسسي مشروع الهملايا على أعتام عدسة العين والمحاضر في جامعة ستانفورد والذي أجرى عمليات زراعة القرنية أنه يعتقد أن برنامج الجراحة والتدريب سيكون بمثابة نقطة انطلاق للقدرات الإريترية المستقبلية. وتفقدت وزيرة الصحة أمل نور حسين في 15 من فبراير سير تنفيذ البرنامج عن كسب. تم إجراء جراحة عمليات مماثلة لأعتام عدسة العين وزراعة القرنية في الفترة من 3 إلى 9 من سبتمبر للعام 2023 بالتعاون مع الأطباء الإريتريين ومشروع أعتام عدسة العين في الهملايا. عقدت جمعية المتبرعين بالدم في إقليم جنوب البحر الأحمر مؤتمرها الثالث في 13 من فبراير في مدينة عصبة تحت شعار إنقاذ الحياة التي لا تتعوض بالدم الذي يعوض. وقال رئيس الجمعية السيد عثمان عبد القادر أنه تم تنفيذ حملات وبرامج تثقيفية واسعة النطاق للتوعية حول التبرع بالدم وكانت النتائج مشجعة. وأشار إلى أنه قبل تأسيس الجمعية كان التبرع بالدم من المتطوعين بنسبة 24% فقط، فيما كانت تبرعات الأسر تغطي 76%. وأوضحوا أنه في الوقت الحالي يتم تلبية 100% من احتياجات المستشفى من خلال التبرعات الطوعية. وقال رئيس فرع الصحة في المديرية سيد يمان السقاي أن الفوائد الصحية للتبرع بالدم لا تخفى على الجميع، وأن الرضا الضميري بإنقاذ الأرواح ليس بالأمر السهل. وأكد أنه سيتم تقديم الدعم اللازم لجمعية المتبرعين بالدم لتعزيزها في كافة الجوانب. وحث المدير العام لدائرة الخدمات الاجتماعية في الإقليم السيد محمد علي الجمعية على توسيع أنشطتها لتشمل المديريات الأخرى لزيادة عدد المتطوعين. وبهذه المناسبة تم انتخاب لجنة تنفيذية مكونة من 17 عضوا لقيادة الجمعية لمدة عامين. تأسست جمعية المتبرعين بالدم بإقليم جنوب البحر الأحمر في العام 2016 وتضم 364 عضوا مسجلا بينهم 60 امرأة. تم الاحتفال بالذكرى 34 لعملية فنقل في الرياض والمناطق المحيطة بها في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وجمهورية جنوب السودان تحت شعار فنقل منارة التحرير. وقال الإريتريون المقيمون في الرياض والمناطق المحيطة بها في الحفل البهيج الذي نظموه خلال 9 من فبراير أن فنقل وباعتبارها حدث تاريخي فتح الباب الاستقلال يجب الاحتفاء به عاما إثر آخر،
كونه مرحلة توارث البطولات الإعجازية، موضحين أن الاحتفالات المنتظمة في الداخل والخارج تولي هذا اعتبارا كبيرا. وتضمن الحدث عروضا متنوعة حول بطولة عملية فنقل الإعجازية، وتم تقديم للهدايا للفائزين باليانصيب المعد بمناسبة الاحتفال والشباب الذين ساهموا في إخراج الاحتفال بشكل بهيج. كما قام المواطنون الذين يعيشون في لندن وكوفنتري وشيفيلد بالمملكة المتحدة احتفالات يومي 10 و11 من فبراير تميزت بالأغاني والسرديات الثورية. وقال القائم بأعمال السفارة الإيرترية في المملكة المتحدة السيد صالح عبد الله أن العملية كانت مصدر أمل للشعب الإيرتري برمته، وأعلنت انتصار نضال الشعب الإيرتري أمام العالم، وأن الاستعدادات لإقامة حفل إحياء الذكرى تسلط الضوء على ذلك. وأشار المشاركون إلى أهمية الاحتفالات المماثلة في توريث التاريخ والقيم، مناشدين القيام بأعمال جادة نظرا لأهميتها الكبيرة. وألقى السفير يوهانس تخلميكيل كلمة في حفل ركز في الأساس على التوارث نظمه أعضاء الجالية الإريترية في جوبا جمهورية جنوب السودان في 10 من فبراير، تطرق فيه حول ارتباط وتفرد عملية فنقل مع العمليات السابقة واللاحقة للجيش الشعبي. وحفلت فعالية الاحتفال برامج ثقافية وفنية بحسب المعلومات الواردة. في هذه الأثناء عقدت القائمة بأعمال السفارة الإريترية في المملكة العربية السعودية السيدة ويني جرزجيهير ندوة للإريتريين المقيمين في البحرين في 9 من فبراير، ركزت على الوضع الحالي وضرورات المرحلة. كما قيم المشاركون في اجتماع الجالية المنعقد على البرامج المنفذة وانتخبوا لجنة تنفيذية جديدة حسب المعلومات الواردة. تأسست الجالية الإريترية في البحرين في العام 2004 وتضم حوالي 500 عضو. وأجرى القادة القوى الاجتماعية في سويسرا في 11 من فبراير نقاشا حول القضايا المجتمعية والوطنية في أروى، وتقييم متعمق لتماسك وكثافة منظماتهم، موضحين بأنهم سيعملون جاهدين على توسيع وتعزيز منظماتهم وتنفيذ المهام المجتمعية والوطنية بفاعلية. وقد اختاروا فريق عمل لتنسيق برامجهم. وخلال اللقاء أوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية السيد هابتوم زراي ورئيس الشؤون العامة والمجتمعية والدي يوهانس الخدمات المقدمة والدعم الذي ستقدمه السفارة للمواطنين لتعزيز منظماتهم. أقامت شرطة المرور في إقليم القاشبركة محاضرة في بارنتو هدفت إلى زيادة معرفة الطلاب بقوانين المرور والحد من الحوادث. وهدفت المحاضرة التي ألقيت لنحو 6400 طالب وطالبة بمدارس بيشا ودوتا يومي 13 و14 من فبراير إلى الوقاية من الحوادث المرورية الناجمة عن الإهمال. وقال رئيس التحقيق الحوادث سياس برهاني في إقليم القاشبركة أن حوادث المرور ناجمة عن الاستخدام غير الآمن للطرق وإهمال السائقين ومستخدمي الطرق، وأن زيادة وعي المجتمع بشكل عام والطلبة بشكل خاص ساهم بشكل كبير في الحد من الحوادث. وأضاف أنه في العام 2013 توفي 64 شخصا وجرح حوالي 500 شخص، وتضررت ممتلكات تزيد قيمتها عن 7 ملايين نقفة في 374 حادثا على مستوى الإقليم. ودعا الطلاب إلى لعب دور مهم في ضمان السلامة المرورية من خلال رفع المستوى الوعي لديهم بشأن استخدام الطرق. وحث المهني برقة سيوم في مديرية بارونت الطلاب على احترام قوانين المرور وركوب دراجاتهم بعناية لمنع وقوع الحوادث الناجمة عن الإهمال. وأوضح مدراء المدارس أهمية المحاضرة الكبيرة، وذكروا الطلاب ضرورة تطبيق الدروس المستفادة وتنظيم مثل هذه المحاضرة بشكل منظم. نظم فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط دورة تدريبية ركزت على تخطيط وتنفيذ منهج فعال ل 250 من رؤساء المديريات ومدراء المدارس والمشرفين والمسؤولين التربويين ورؤساء الوحدات. وفي ختام التدريب الذي أقيم في الفترة من 13 إلى 15 من فبراير، قال رئيس فرع الإقليم الأوسط بوزارة التعليم الأستاذ بالاي هبتجابر أن التدريب تم تنظيمه بالتعاون مع مركز بناء القدرات المؤسسية الإريترية، مشيرا إلى أن الهدف هو ضمان جودة التعليم من خلال تحديد نقاط الضعف في عملية التعليم والتعلم.
وقال المتدربون أنهم وجدوا التدريب سريا يعزز مقدراتهم وحثوا على إيجاد طرق لإجرائه في مواضيع مختلفة مستقبلا. وقد قدم التدريب الدكتور أبيل هبت مريم المدير التنفيذي المؤقت لمركز بناء القدرات المؤسسية الإريترية. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. وفي الأخبار العالمية، شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره البرازيلي لولا دي سيلفا توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر للرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا على تلبية دعوته لزيارة مصر احتفالا بمرور 100 عام على العلاقات بين البلدين. وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال المؤتمر المشترك بينه وبين نظيره البرازيلي إن المباحثات تطرقت لدعم العلاقات بين البلدين، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة دولية بين البلدين للتنسيق في كافة المجالات. وقال الرئيس السيسي إن المباحثات تطرقت للحديث عن الأوضاع في غزة وضرورة وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين. خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها أن النمو والاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو لهذا العام، حيث يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي، وقالت أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى النصف من أعلى مستوياته في العام 2023. وفي توقعاتها الاقتصادية قالت المفوضية أنها تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% في منطقة اليورو هذا العام، و0.9% في الاتحاد الأوروبي، بانخفاض عن 1.2% و1.3% على التوالي في توقعاتها للخريف. ومن المتوقع أن ينعش النمو في العام 2025 ليرتفع إلى 1.5% في منطقة اليورو و1.7% في الاتحاد الأوروبي. وتم تعديل توقعات التضخم نزولا مع انخفاض أسعار الطاقة والسلع الأساسية الأخرى بشكل أسرع من المتوقع. ذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن فرق الإنقاذ التركية تواصل البحث عن 6 مفقودين من أفراد طاقم سفينة شحن يبلغ طولها 69 مترا غرقت في بحر مرمرة قبال الساحل شمال غرب تركيا. وقال محمود دمراش حاكم إقليم بوريسيا أن جهود المكثفة جارية وعملية البحث والإنقاذ مستمرة، ويعتقد أن أفراد الطاقم المفقودين مواطنين أتراك. انطلقت مركبة فضاء على متن صاروخ سويز من قاعدة بيكونور الفضائية التي تديرها روسيا في كازاخستان. وعرض تلفزيون ناسا عملية الإطلاق هذه من قاعدة بيكونور الفضائية. ووفقا لما ورد، ستحمل مركبة الشحن الفضائية بروغس الطعام والإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية. وبرغروس هي واحدة من 3 مركبات فضائية روبوتية تقوم حاليا بمهام إعادة الإمداد إلى محطة الفضاء الدولية، إلى جانب مركبة سيغنوس التابعة لشركة نورثروب غورمان للأنظمة الفضائية، وكبسولة دراغون التابعة لشركة سبيس إكس. تذكير بالعناوين مرة أخرى. إجراء جراحة أعتام العين وزرقة القرنية في المستشفى الوطني المرجعي للعيون. جمعية المتبرعين بالدم في إقليم جنوب البحر الأحمر تعقد مؤتمرها الثالث. فرع التعليم بالأوسط ينظم دورة تدريبية حول تخطيط وتنفيذ المناهج الفاعلة. الرئيس المصري ونظيره البرازيلي يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات. الاتحاد الأوروبي يخفض توقعات النمو والتضخم.
غرق سفينة شحن قبال السواحل تركيا. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.